طيب حابب أكد إن المحتوى بتاع الفيديو هو محتوى هزار بحت، وإن أنت لو حابب تستفاد لك أنت ذاكر واسأل اللي أكبر منك في أي كلية أنت هتخشها، وشكرا. طيب بص يا نجم، فترة العشرينات ياه، فترة الشباب والصحة والحيوية واللي بتخليك مع الكلية بتكون ليك طاقة، والفترة دي بتتميز بأنه انت هتقدر تفهم كل حاجة بشكل أحسن، وهتقابل ناس نظيفة ودكاترة كويسين جدا وبيحبوك. بس كفاية كذب. واحنا كاولاد بتميزنا حاجة لذيذة جدا، وهي انك انت بتبقى صاحي الساعة 7:50 دقيقة، الساعة 8 بتكون في المحاضرة لابس متشيك، انما البنات تصحى قبل المحاضرة بساعتين تقعد تظبط لي لون الطرحة مع لون الجزمة. احنا ممكن نلبس الشبشب ونخلع. انت بتهزر يا ابني، يا زريبة يا حبيبي. وخلاص يا عم بقى بدأت تجهز انك انت تروح الكلية ومحدش قدك، وانا بصراحة مش قادر اتخطى ان حوار ان الكلية يوم الحد الجاي. بس في شوية معلومات لازم تعرفها، ولو حابب تستفيد اكتر شوف الفيديو اللي كان من شهر تقريبا، مش فاكر. وحابب اقولك ان هو هزار، لان في بعض البشر اللي شفتوهم ما كملوش الفيديوهات اللي فاتت، وانهم ما بصوش على الوصف بتاع الفيديوز زي حكايتي في الكلية مثلا، واللي يا ريت تشوفهم، فافتكروا ان انا بقول ان حاسبات صعبة جدا او اي حاجة. هو عموما كل كلية صعبة اصلا، ولو حد في ثالثة ثانوي هنا فحابب اقولك انك انت بتذاكر علشان تتعب في الكلية اللي انت بتحبها مش اكتر. واي حد بيقولك ذاكر في الثانوية ترتاح في الكلية، وده ما يمنعش انك انت في فترة الكلية بتقابل ناس وبتشوف حياة جديدة، ودي حاجة حلوة بالمناسبة. وفي الفيديو الاول بعد ما اديتك شوية نصايح زي انك انت تصاحب بتاع الامن وبتاع الفول، زي انك انت تلبس لبس محترم وبلاش المولت والحاجات الغريبة دي، وانك بلاش تصاحب بنات والعكس صحيح، وان الدكتور مش مستر، وان المعيد اسمه معيد. وحابب اكمل معاك معلوماتك، وانك انت لما تخلص السنة ان شاء الله يعني هتجيلك نتيجة. المهم في حاجة نادرة الحدوث اسمها A+ أو A عموما، ودي معناها امتياز، وفي حاجة اسمها B اللي هي جيد جدا، وC جيد، وB مقبول، وF فشيخ، وما تسألنيش معناها الحقيقي. واللي بيتكرروا ومنتشرين دايما هو الC والB، ونادر جدا وجود الD إلا لو الدكتور فرض حضور، لأن بصراحة مش هحضر له يعني، لأن المحاضرة بتاعته بتبقى مثلا الساعة 1 الظهر ومفيش حاجة قبلها ومفيش حاجة بعدها زي ما قلت لك قبل كده، فصباح الفل. وفي حاجة أخيرة وهي مرعبة بجد عند أي كلية موجودة في كل مكان، وهي جروب الدفعة. الجروب ده انا بشوف فيه العجب، يعني لو جروب محترم وفيه ادمن محترم هينزل لهم الاخبار اول باول، زي مثلا يا شباب الامتحان اتأجل في السكشن للميعاد الفلاني، بعديها بساعتين هو الامتحان فين يا شباب، نرد عليه عادي، بعديها ب3 ساعات هو الامتحان. اقول لك ما تزعلش. فبصراحه يعني لو عايز نصيحه اديله ميوت مدى الحياه. وفي الفيديو الاول بعد ما اديتك النصايح عرفتك شويه على كليات، والوقت كان ضيق وما عرفتش اتكلم غير على كليات معينه ونسيت الباقي. فدلوقتي وبعيدا انه في الفتره انه اكتشفت حوار كده زي ان بتاع الزراعه بيتقال له يا هندسه. انت بتهزر يا ابني، يا زريبة يا حبيبي. وان مهندس الديكور اسمه مهندس، وللاسف اكتشفت انه اي حد ما نعرفوش بنقول له يا هندسه. يعني انا في مره قاعد في المواصلات لقيت واحد بيقول لي حاسب يا هندسه، وانا طرت من الفرحه بقى وهندسه بقى، وقال لي سواق العربيه يمسك يا هندسه. تعالى على بختي وبختك يا امه، عشمت بيه وغدر بيا. وغير حوار طبعا هرم التكبر بتاع الطب، يعني اللي عرفته بفتره ان بتاع صيدله اتشال منه كلمه دكتور. وده بعيدا عن انه لما بروح الصيدليه بلاقي ولد رفيع وطويل شعره ناعم زي بيتر باركر كده غالبا ولابس نظاره، او بنت بتبقى لابسه نظاره وقصيره شويه، والغريب اني بلاقيهم في كل صيدليه تقريبا بيرسبنوا. وكانت وجهه نظري عن صيدله واسعه جدا، وانه المجال بتاعهم ان هو بيدخلوا صيدليه بس. ويا ريت تنزل تكتب الموقف بتاعك تحت في كومنت عشان الفيديو الجاي عن مواقف الكلية، وانا مش فاهم يعني ايه الفيديو يبقى شايف 4000 واحد ومفيش غير 5 ولا 6 اللي كتبوا موقف. ايه يا عم؟ المهم نبدأ كلامنا عن كليات الباقية. Let's go. ونبدأ بتجارة، وهي كلية الشعب واغلب الناس هناك، وفي اول يوم ليك انت فاهم انت بتقول محاسبة بقى والبنك وهسرق لا بلاش دي. المهم في اخر السنة بتقول انا حمار.
وعموما الكافيه بتاعكم بيبقى مليان ناس اكتر من المحاضرات، انا ببقى مستغرب الحوار ده. وفي ناس تانية بقى في تجاره وعليهم تكبر ما تفهمش ده تكبر مهندسين ولا ده تكبر جايبه منين، وهو تجاره انجلش. ويعني انا مش عايز اديلك مثال عن اي نقاش بيحصل ما بين واحد في تجاره عادي وواحد في تجاره انجلش. ورساله ليك لو انت في تجاره، لو لقيت حد في تجاره انجلش داخل عليك سيبه وامشي. ورساله ليك لو انت تجاره انجلش، هو بيبقى شايف نفسه فوق الباقي مع انه اللي بيدرسوا بالعربي بيدرس بالانجليزي، بس هم عليهم تكبر كبير صراحه. كلية تربية، وبصراحة مش فاهم ليه حد يضحي بحياته يعني يخش كلية زي دي. يعني تخيل كده تكون عشت حياتك تصحى الساعة 7 تروح المدرسة، دلوقتي رجعت تاني تصحى الساعة 7 المدرسة. والأوحش انك انت هتلاقي عيل صغير بكس بشنب اعدادي بيتريق عليك وعلى حياتك كلها، فاهم؟ وانت بتضطر تروح علشان تقبض، ما هي الفلوس بتزل يا باشا. اللي بعده آداب. اللي بعده يا اولاد تمريض. هو بصراحه انا بحسدكم جدا جدا، يعني دول زي ما قلت قبل كده ان هم من اغلى الناس سواء عمليات ولاده او اي حاجه، فاهم؟ وفي اسم كده بيضايقكم قوي وهو تمرجي، يعني تمرجي معاك. اللي بعده فنون جميله او فنون تطبيقيه، يعني كليه الناس الراقيه في المجتمع. كل ما تشوف حد من فنون جميله ما تشوفوش انت بني ادم طبيعي، لا 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 لا, لا. تلاقيه في نظره امل وانبهار، تحس في روح الفنان كده. وبصراحه ببص للولد اللي بيبقى داخل فنون جميله بحسه لابس بينك صراحه. ما تسترجل يالا، انت يالا ولا ايه؟ المهم، وبعيدا ان انا عارف ناس كتير منهم واللي بيقعدوا بالثمان ساعات في الرسمه وبيشتكوا ومحدش رسمني فيهم ولا مره. اسمع يا جدع انت. اللي بعده هو تربيه رياضيه. في الاول كنت مبهور بالكليه وبشوف ملاعب كتير ليكوا، وملاعب بقى كوره وملعب سله وتنس، وانا مبهور بقى، واه الناس دي بتلعب ده كله ببلاش. وفي الاخر الاقي الناس في وسط الملعب عمالين يرفعوا الكوره والملعب من غير سقف، فحر بقى برد شتاء ربيع خريف، فاهم؟ قاعدين مرصبين دايما. الحقونا الحقونا اغثونا اغثونا. المهم انا فاكر بعد ما افتكرت ان كليه التربيه الرياضيه سهله، ان هو في ايام الامتحانات قابلت واحد صاحبي في المواصلات من ثانوي وقلت له انت رايح فين؟ قال لي امتحان، نفس الكلام. وكان على الفون بتاعه جدول طويل عريض، بساله هو الجدول ده بتاع ايه زي اي حد طبيعي يعني. لقيته بيقول لي ان هو عليه 12 امتحان في اسبوع واحد. بس الجدير بالذكر قال لي ان هو اغلبهم سهلين شويه، فمش عارف هل هو كان بيراضي نفسه ولا فعلا هي سهله. نفس عميق، شويه ميه، وابدا الجوله الجديده. كلية ألسن، وبصراحة مش عارف أجيبها لكم إزاي، بس ده كان تصوري عنها وأنا صغير. المهم الجدير بالذكر في الكليه دي ان هم بيذاكروا الالماني او بيحسنوا مستوى الانجليزي من غير ما يحسوا ان هم عملوا انجاز، وانا بس بكتب البلاي ليست اللي انا هذاكر فيها الماني بحس ان انا فشخت الدنيا، في الاخر ما بذاكرهاش والله. واللي اعرفه عنهم ان هم بيشتغلوا مترجمين ومدبلجين وحاجات كتيره كده، فكل الدعم وبس كده. وحابب اقول لكم ان الفيديو محض هزار بحت، مش محتاجه يعني انا عدت الكلام ده كتير. وبس كده خلصت حكايتي في الكليه، ودي نهايه السلسله، وبكده اكون اديتك الدليل الشامل في اي كليه في حياتك، واديتك العلم اللي تنتفع بيه في حياتك العمليه. وفي الاخر ما تنساش تشوف الفيديوز القديمه وتشترك عشان تشوف الفيديوز الجديده. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.